الإنسية التي تزوجت جني. الحلقة الثالثة. بعد أن حسمت عسطار أمرها بالذهاب بالنسر الجريح لأرض الجن لإنقاذ حياته، دخلت في نفق سري تحت شجرة تفاح قديمة في منزلها، أدت بها إلى شاطئ مجهول، وكان الوقت فجرا. التقت فيه بجني عجوز يسمى الشق، قام بإعارتها قاربا مقابل لعقة من العسل، ونصحها بالتجتيف حتى تصل للضباب التي سيأخذها لغايتها المنشودة. بعد لعب شديد زاد الضباب ملتفا حولها حتى لم تعد ترى أي شيء، وزادت البرودة وأحست بالنعاس، فانسل المجداف من يدها شيئا فشيئا، واحتضنت زوجها متمسكة بدفئه جيدا، فوصل مستوى الماء ما يقارب ثلث القارب، وغدت تغفو من التعب والخوف والحزن، وإذا بضربة شديدة في ظهر القارب أفزعتها هلعا، وكادت أن تقلب القارب. أخذ القارب يتأرجح تأرجحا شديدا، أمسكت بالنسر وتوسطت القارب وهي ترتجف ظهرا باكية. احتضنت زوجها بشدة وهي تدعو أن تتجاوز هذه المحنة. سكن القارب أخيرا، وسكن روعها أيضا، وقالت مطمئنة نفسها: قد تكون صخرة ضربت القارب، إذ أنني لا أستطيع تخمين عمق هذا البحر. أطلت برأسها من حافة القارب محاولة قياس العمق، وإذا بضربة أخرى أقوى من الأولى انفلت النسر من يديها وسقطت خارج القارب في عمق البحر. سكن كل شيء، والتف البرد بجسمها من كل جانب. غمضت عينيها مستسلمة، لا تريد أن ترى هذا المجهول. أخذت تنسل في الأعماق، يداها ممدودة ورجلاها ملتفتان واحدة حول الأخرى. لقد يئست من المحاولة، لكن فجأة ظهر زوجها في مخيلتها قائلا: عسطار، لا تستسلمي، لقد اقتربت من الوصول، ساعديني. تذكرت زوجها الذي كان ملقا في قعر القارب، ففتحت عيناها، وإذا بمخلوق مفزع كان واقفا أمام وجهها بسكون. أصيبت بفزع شديد، ولا شعوريا ارتدت للخلف ضاربة إياه برجلها التي أصابت حلقه. أخذت تسبح للأعلى بسرعة، لا أصعب من الموت غرقا في البحر خوفا. كانت كلما اقتربت من السطح تزيد سرعتها، تسبح وتسبح، ودموع عيناها الدافئة تمتزج ببرودة الماء، وتطفق شعريرة حول عينيها مع اختلاط ملوحة الماء بملوحة دمعها. فجأة وإذا بيد أمسكت برجلها تسحبها للأعماق. لم ترد النظر لتلك اليد فقط أخذت تعفر في عمق البحر وهي تهز رأسها بالنفي باكية، ووجهت رفصة إلى الشيء بدا أنه من الرأس. أفلتتها تلك اليد أخيرا، وأخذت تعلو سباحة بسرعة، فقد أوشكت أنفاسها أن تنقطع، وكانت على يقين أنه إن أمسك بها مرة أخرى ستكون النهاية. وصلت للسطح أخيرا، آخذة نفسا لم تأخذ مثله في حياتها. كانت بقرب حافة القارب الذي كان مستوى الماء قد وصل فيه فوق النصف، وخرج ذلك الوحش قرب الحافة الأخرى. كان هذا هو التلهاب، فصيلة من الجن تسكن البحر. صورته إنسان بدون ملامح، فقط وجه أخضر بدون عينين ولا أنف، له فم كبير وأسنان كأسنان القرش، جلده كالصخر، يتعرض للمراكب ويقذف أهلها في البحر. حين رأته يسبح مقتربا إليها فزعت وقفزت ممسكة بطرف القارب، إلى أن استقرت في بطن القارب أخيرا، وألقت بنفسها جانب نسرها. يا للهول، أخيرا عدت للقارب. الحمد لله. رفعت نسرها بسرعة عن الماء. الحمد لله، ما زال ينبض وجسمه دافئ.
احتضنته لصدرها وأمسكت بالمجداف وعادت تخرج الماء بسرعة، إذ لا يوجد وقت للتنفس. كما أن الذئاب عاد يضرب القارب أيضا محاولا رميها مرة أخرى، مما ساعد في إخراج الماء من القارب سريعا. أخيرا عاد مستوى الماء في القارب تحت الثلث، ولكنه ما زال يتأرجح. أدركت أنه لولا ثقل الماء الموجود في قعر القارب لكان انقلب بسهولة من أول مرة. لقد فهمت الآن فهمت فقط لماذا قام ذلك الجني الشق بثقب القارب. تذكرته بامتنان، لتوها فهمت مقصده من ثقب القارب، إذ كانت حانقة عليه من قبل. كان يعلم أن الذئاب سيهاجمها لا شك، فلهذا خيرها بين القوارب الثلاثة. يا ترى ماذا كان سيحدث لو اختارت إحدى القاربين الأحمران؟ هل اللون الأحمر سيعجب جنا آخر، أم هل يصاحب قرق القارب ذو اللون الأحمر؟ لا أدري. كل ما أعرفه أنه ساعدني نوعا ما. استعاد القارب توازنه أخيرا، وعم السكون من جديد. إلا أنها كانت تحس أن الذئاب لن يستسلم بسهولة، وأنه لا شك يريد مفاجأتها ليلقيها مرة أخرى. كانت تترقب بحذر شديد لدرجة أنها نسيت أنها تبكي. لا مكان للبكاء ها هنا، يجب أن نتشجع. لم أصل هنا حتى أكون فريسة لهذا الجني الأعمى. إن كان يريد القتال سأقاتله حتى آخر رمق. لن أغلق عيني بعد الآن، ولن أيأس. إن كنت سأموت فإني سأموت بشرف. الدفاع عن زوجي وعائلتي هو أهم شيء الآن. لكن ترى أين ذهب؟ هل استسلم؟ أتمنى أن يكون قد قطع الأمل من قلب القارب. سأحافظ على مستوى الماء فوق الثلث، لا أكثر ولا أقل. كان شكها في محله، إذ أن الذئاب قد يئس من محاولة قلب القارب نظرا لصغر حجمه. لكنه هذه المرة قفز جالسا القرفساء على حافة القارب بسكون. يا إلهي، لقد صعد على القارب. ماذا علي أن أفعل؟ نزل الذئاب على أربع واتجه إليها بسرعة. أرجعت يداها للخلف وهوت بالمجداف على رأسه تريد ضربه به، إلا أنه التقمه بفمه وقام بنهش المجداف وتهشيمه، وقفز فوقها حتى سقط النسر تحت قدميها. طوقت الذئاب رقبة عشتار بكلتا يديه، وغمر رأسها في قعر القارب يخنقها داخل الماء وهي تنتفض تحته بضعف. كان فوق الماء أقوى من تحته. أخذت ترفس برجليها. كانت تظن أنها ترفس الذئاب، ولكن كانت ترفس النسر. ومع الرفس المتواصل انفكت الخرقة التي كانت قد لفت بها جرحه، فسالت قطرة من الدم في ماء القارب. وفجأة حدث شيء غريب. انتصرت قطرة الدم في الماء سريعا، وما هي إلا لحظات وإذا بالذئاب قد أفلت رقبة عشتار وأخذ ينتفض وهو يصرخ صرخة مفزعة حتى تيبس مكانه. أخذت عشتار تلتقط أنفاسها باكية وهي تنظر لهذا الوحش المرعب وهو متحنط فاتحا فمه بحزن. نفسته برجلها ملقية به خارج القارب، وأخذ جسمه يطفو ويتبخر حتى داب على سطح البحر كالزبد. أمسكت زوجها بشدة وهي تبكي بحرقة تلك الأطفال، وخبأت رأسها في صدره. لم تكن هناك كلمات تعبر بها عن امتنانها. علاوة على ذلك لم يكن باستطاعتها سماعه، لكن ما كان منها إلا أن رفعت رأسها وشكرت الله. أخيرا بدأ الضباب بالانقشاع تدريجيا، وكأن الشمس قد بدأت تشرق، إلى أن اختفى الضباب تماما وتوقف القارب. نظرت إلى المجداف المهشم والماء الذي كان قد غمر القارب تماما،
فحملت النسر فوق رقبتها وأخذت تحاول إخراج الماء بكلتا يديها، ولكن دون جدوى، إلى أن بدأ القارب ينغمر في البحر، ولكنها لم تغرق. كانت واقفة والماء يسرق. الحمد لله، يبدو أنني اقتربت من الشاطئ في الوقت المناسب. رفعت النسر بكلتا يديها وأخذت تمشي شيئا فشيئا. كان ينخفض مستوى الماء وهي تزيد من سرعتها فرحة، إلى أن وصلت لليابسة أخيرا. ارتمت على الأرض تقبلها وتحضنها وتحمد الله وتشكره. ظنت أنها وصلت لغايتها المنشودة، ولكنها حين نظرت حولها متفحصة المكان لم تجد سوى صحراء شاسعة قاحلة. استجمعت قواها واحتضنت النسر ونهضت تمشي. كانت تعرج قليلا مع ألم في كتفها الأيمن ووجع بظهرها، لكن كل هذا لم يثنيها، فلقد قطعت الجزء الأصعب كما كانت تظن. كلما أشرقت الشمس أكثر حست بحرارة أكثر، وهي لا تكفأ تمشي وتمشي. ولم تكن تكترث بحرارة الشمس، لكنها كانت عطشى. لم تحس بالعطش إلا حين وجدت نفسها في هذه الصحراء. حتى تنسى العطش والتعب أخذت تفكر بابنتيها، وما مصيرهما؟ هل عادتا لأرض الجن بسلام أم لا؟ ونزلت دمعة من عينيها. وفي هذه الأثناء كان عيقم ملك قبيلة الجن المعادي لقبيلة جالشامس في قصره جالس على عرشه مجتمعا بوزرائه حين دخل عليهم طنطل، وهو الجني الذي تشكل بصورة كلب وتعارك مع جالشامس. هو ابن عيقم وهو قائد الجيش. عيقل، لقد أرسلتك لتأتيني بزوجة جالشامس الإنسية، وكانت المهمة جدا سهلة، إذ هي خلعت الخاتم الذي يحرسها. فماذا حدث؟ طنطل: كدت أن أظفر بها، ولكن تدخل جالشامس وتعاركنا. عيقم: وماذا كانت نتيجة المعركة؟ هل قتلته؟ طنطل: لا، ولكنني تغلبت عليه، وكدت أن أخطف عصتار، ولكن حدث ما هو ليس بحسبان، إذ إن هذه المرأة ساحرة. أجاب أحد الوزراء: لم يسجل اسمها في سجل السحرة قط. طنطل: لا أعلم ما حل بي حين نظرت إلى عينيها وسبت بقشعريرة وخارت جميع قواي حتى قلت أني أموت. ضحك رئيس الوزراء، وكان اسمه سامد، ذو لحية بيضاء كثيفة، وهو من أذكى الجن، يتصف بالذكاء والحكمة والمعرفة، وقال: إنه سحر العشق. عيقم: ماذا؟ هل عشقت تلك الإنسية أنت أيضا؟ إن هذا لإفك عظيم. طنطل: لا، لم أعشقها، ولكن حين نظرت إلى عينيها. وسكت طنطل قاصبا. عيقم: ما خبر هذه البنت يا سامد؟ سامد: إنها مشيئة القدر، سوء أعمالنا ارتد علينا. عيقم: ماذا تقصد؟ سامد: حدث قبل 40 سنة، قصة في عالم الإنس تخص هذه الفتاة، بل بالأصح تخص أمها. جمال العين كان لأمها ليس لها. حين كانت طفلة لم يولد في زمانه مثلها، وكان لهم جارة ابنتها بها حول، وكانت تحسد هذه البنت، فقامت بعمل سحر لها، وذهبت بنظرها مستعينة بماردة عظيمة. عيقم: تبا لكيد النساء وحسهن، وماذا بعد؟ سامد: كبرت هذه الفتاة العمياء وتزوجت ورزقت بعشتار، وفي الليلة التي ولدت فيها عشتار ماتت أمها. بعد زمن بسيط تابت تلك الماردة، وكانت تهم بإعادة بصر أم عشتار، فحين وجدتها قضت نحبها وحست بالذنب، فوضعت سحر عيني الأم في ابنتها، لكنها ظلت تؤنب نفسها، فوهبت قوتها في عيني هذه الفتاة، فامتزج جمال عيني أمها بقوة الماردة في عيني عشتار، وأصبحت بحسب الظاهر ما إن تلقي بصرها على جني حتى تسلب قلبه وعقله. عيقم: لهذا إذا عشقها جالشامس.
سامد: وتنطل أيضا بحسب الظاهرة. تنطل: لم أعشقها، قلت لك أن قواي قد خارت فقط لسبب لا أعلمه. هيقم: وهل سحر عينيها نافذ على الجن فقط؟ سامد: إن لم يخب ظني فسحرها نافذ على رجال الجن فقط دون النساء. هيقم: لماذا لم تخبرني بهذا من قبل؟ سامد: كنت أظن أن هذه الفتنة عون لنا وليس علينا، لكن في الوقت الذي ذهب تنظر لخطفها كنت في جزيرة السلاحف وأبطل سحر الخاتم الذي كان يحرسها، ولكني لم أستطع أيضا، فالخاتم يستمد قوته من قوة جالجامش نفسه، ولإبطال سحره لا بد من قتل جالجامش، وهو من عشق لها يفديها بحياته. أيقن: وماذا عن ابنتيها النصف جنيتان؟ هل ورثتا عن أمها سحر عينيها؟ سامد: لا أعتقد، بحسب جواسيسنا في مملكة جالجامش لم يظهر عليهما حتى الآن سوى بعض قوى الجن، ولكن هذه القوى مع ضعفها تزداد مع الزمن شيئا فشيئا. أيقن: ما العمل الآن؟ وقد اقتربنا من النصر. تظهر لنا هذه الفتاة من اللامكان لتسلب قلب ورضا عرشي، لا بد من قتلها. تنطل: إن سمع لي مولاي أن أثبت له أني كفء بورث عرشه وآتي له برأسها. هيقم: وهل تأمل على نفسك من سحر عينيها لو رأيتها مرة أخرى؟ لا أظن. تنطل: إن لم أستطع كبح جماح قلبي فلا أستحق أن أخلفك في مملكتك. أنا لست جالجامش، أنا أعشق إنسية يا أبي. هذه الفرصة لأثبت لك وللجميع ما أقول. هيقم: هل تعلم أنت مقبل عليه حتى تستطيع قتل هذه الفتاة؟ لا بد من قتل جالجامش لتبطل سحر الخاتم، ولقتل جالجامش لا بد من هزم جيشه. تنطل: لن أعزم الوسيلة فقط أحسن الفرصة. هيقم: لك هذا، ولكن حذاري، إن عشقتها لن أحرمك من العرش فقط، بل سأنفيك من مملكتي للأبد. تنتهي حنزان. انتبه.